اهلا وسهلا بكم من تاني في فيديو جديد. قبل ما نبدا اي كلام صلى على النبي عشان دي مكسبك ومكسبي. ما تصليش على النبي كده وخلاص، اكتبها في كومنت عشان ايدك دي هتشهد عليك يوم القيامه. من غير ما ندخل في تفاصيل كتير ونطول ونرغي، ملخص الفيديو ده عن بطه اللي حلقت شعرها وبعد كده طلعت عرفتنا هي عملت كده ليه، وشويه فيديوهات ترفيهيه برضه عشان الدنيا تمشي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يلا بينا نشوف الفيديو ده. يا لهوي، رجل أجنبي ومعي كاس موزة. وماي جاد موسى، يخرب بيت عسليتك والله العظيم. عساسيل هما الاثنين، ام جملية ومحمد حمص. ده انت لو حمص شافك وانت بتعاكسني هيقول لي مين؟ هو دي حمص يا بت هو دي حمص يا غبية، ركز شوية. بص يا عم مين لابس الباروكه؟ عشان لو قلت لك محمد هياخد الباروك ما سمعتش كلام. يا دي الفضيحة، يا دي الفضيحة، حمص اتكشف. سامحني جدك قلب الدنيا عليه. ورينا هتشرب من غيرها ازاي؟ ايوه خلي يلا. مجاملات تنفع. خلاها أيوة. تنفع. حمص يا ده انا افتكرتك أجنب. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها السلام عليكم. السلام. انا ماشي بعربيتي في أيوة. الشارع، لقيت الشاب الجميل ده بيمسح. هو فين الشاب الجميل؟ هو ده الشاب الجميل؟ بسم الله ما شاء الله، وسيم، اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك يا كروان، انت حتى بتعطف على الغلابه. اضحك يلعن، اضحك. فالولد لما شافني اقسم بالله اتصدم، قال لي كروان، ولقيته بيقول لي وديني مصحه انا عاوز. مصحة؟ انت من شويه كنت بتقول الشاب الجميل ده مصحة ليه؟ ليه يا حبيبي في ايه؟ انا بابايا مات وسابني، فانا اللي هيقدرني اعمله معاك هعمله ان شاء الله، وربنا يقدرني على فعل الخير ان شاء الله. ربنا يقدرك على فعل الخير يا رب. بس انت بتقول بابا مات وسابه ازاي؟ المفروض ندور على احفاده. ذكي، انت ذكي وذواق. ايه يا عم انت مش واخد بالك؟ الراجل عنده حوالي 50-60 سنه، انت بتقول ايه؟ واتفرجوا على الشخص ده، انا هعمله اختلاف تماما وهمشيه على المصحة. همشيه على العجين مش يلخبطه. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك في الصحة. احمد مين يا حبيبي؟ اسمه كروان مشاكل. كروان مشاكل يا استاذ. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. السلام عليكم. انت قلت سلام عليكم قبل كده في اول الفيديو، انت في ايه؟ تعلقت يابا ولا ايه؟ مش عيب لما احنا نعترف في خلاطنا؟ طبعا. العيب اللي احنا نستمر في خلاطنا. أيوة. وان شاء الله ربنا يوفقه يا يا رب. رب. ادخل في الموضوع على طول. وكده يعتبر يتعافى ان شاء الله، وربنا يصلح حاله يا رب، وانا هخليه شخصيه تاني ان شاء الله. وزي ما وعدتكم هوديكم انجز. بس هو انا هصوت له حاله. ويلا تعالوا نبدا. بسم الله. ها يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. المكنه مش راضيه تمشي في راسه اساسا. المكنه عدت يا جماعه، بس عتي شعره كبير قوي يا جماعه، فالمكنه عدت. شعره مش كبير ولا حاجه، شعره فيه مجامله. الحمد لله. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يلعن، اضحك. اقسم بالله العظيم الواد دي مسخره. هو ولا اللي جه في الشارع ولا قال له استاذ احمد ولا استاذ كرمان ولا نيله. هديك 100. تعالى نعمل فيديو نطلع ترند سوا وبالنص انت ورزقك. استنى يالا، اظبط حالك يالا، اظبط حالك. عمو كروان بيحلق لك. السلام عليكم. تاني. المكنه باظت، فانا جبت مكنه تانية وحي نتوكل على الله. ربنا يسترها ان شاء الله وما تعطل دي كمان. ها يعني شعره ملبك يا كمان. شعره حرير. شعره ملبك. ربنا يسترها يا ابني معاك يا رب. ويصلح حالك، انت شكلك ابن ناس. يا لهوي ايه الشعر ده كله يا اسطى؟ انا هفرجكم وهوريكم اختلاف. هو اساسا مش عارف الاختلاف هيكون ايه. هو والله العظيم هو ما عارف بيعمل ايه. والله العظيم انفع يا كمان اشتغل حلاق. والله بقى في اختلاف. وروجح ووسخ الكرسي، بس
مش مشكله الكرسي، احنا عايزين نشوف النتيجه النهائيه هتبقى عامله ازاي. عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. طب مفيش كلمة حلوة تقولها في حقي كده كده؟ كلمه حلوه اقولها في حقي، صيطني صيطني، هات من الاخر. هو المفروض يدفع لي بقى 100 جنيه حق الحلاقة. 100 جنيه حق الحلاقه يا جدعان. اللي هو خدها اساسا في البدايه. ربنا يخليك. بالله ما تعيط، مش عايز اشوف دموع الفرحه في عينك. المفروض كنت البس كوانشي بس معلش، مش اشكال معلش. عادي يا جماعه. تعالى ارفع راسك يا حبيبي، انا هديله ارفع راسك يلا، ارفع راسك. انت مش كده، انت خالص. ارفع راسك، انت مصري بس. احنا كده احنا جبناها على الصحراوي. والله العظيم كروان اصلا ما مصدق هو بيعمل ايه. احب اقول لكم هو هيستحمى تشريح الشعر الموجود ده مش هو شعر. لازم يستحمى، وبعد اللخبطه اللي انت عملتها دي لازم يستحمى يا حبيبي. هو مش ينفع يقعد كده اساسا. وقتك خلص. خايفين يتكسروا. طب اهو. ليه كده؟ ليه البدايه مبشره كده؟ انت عارف الطبق دي بكام يا ابني؟ الطبق دي غالي انت عارف الطبق اللي اتذكرت اهو. انا بتجيب حاجه من عندي، غالي قوي يا حبيبي. الطبق دي معدي ال 200 جنيه مثلا. لا ما اعرفش. اتفضلي يا حماتي. ايه اللي بيحصل ده؟ هو بيجيب الحته الاخيره يحطها اكشن يعني الأكل. اكشن. طب انت حاطه لي ليه في طبق فل وحاطه لنفسك في طبق صيني؟ يا حاجه انت هتقارني نفسك بيا يا حاجه ولا ايه؟ انت تاكلي في فيلم، انت تاكلي في فيلم في اي حته، انا اكل في طبق صيني. بيتي يا حاجه. انت عارفه الطبق الصيني يا حبيبتي اللي انت عايزه تاكلي فيه دوت ثمنه كام؟ كام؟ لما يكون زي ما يكون، ما هو حسام ابني هو اللي شاريه يعني. حصل. ابنها حاج. ابنها اللي شاريه. انت مال امك انت مالك اساسا؟ ابنها اللي شاريه يا ماما. ولما تكسريه بقى ولا تخربشيه ولا يحصل له اي حاجه هتخلص على معلش. فيها ايه معلش يعني؟ معلش يا ستي، حطي لها في طبق زي اللي انت بتاكلي فيه. هو انا عيله صغيره عشان يا اكسرها عيني. بنتي؟ عموما مش اشكال، اكل في طبق فل وامري لله. حسنة المجتمع وطفلة الحشرة. كلي انت بنت اصول والله. مش كفايه اكل ومرعى وقله صنعه. يخرب بيتك، ايه يا بنت اللي انت بتقوليه ده؟ بيت عيب يا بنت، ده حماتك ام جوزك يا بيه. اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده. يا بنتي بنت اصول صحيح. العفو. شبح وصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه ازيك يا الله. ماما عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. لا يا حبيبي انت عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده يا مروه؟ ليه ماما بتاكل في طبق فل؟ اصل الاطباق اتكسرت، وقعت من ايدي كلها واتكسرت، ما فاضلش غير ده. يعني عشان الطباق اتكسرت تاكل امي في طبق فل؟ معلش يا حبيبي، الاطباق اتكسرت، ايه المشكله يعني؟ عادي يا بابا. امك تاكل في فل، تاكل في بلاستيك، اي حاجه، مش شرط يعني. انا كده هانم بنت هانم. ابوس ايدك، شجع الشباب، شجع الشباب. احط لها على الترابيزه يعني اوسخ الدنيا عشان امك؟ لا يا بابا، احنا اولاد اصول وبنفهم. كل الطباق اتكسرت؟ اه. خلاص يا ابني ما حصلش حاجه. تمام يا ماما، عن اذنكم. اتفضل. طب تعالى كل لك لقمه. معلش يا حاجه، هو جاي دلوقتي، هو جاي بعد اذنكم، بس جاي تعبان من الشغل وبتاع ومفرهد. هيدخل يريح له ساعه 3 4 ساعات 5 ايام وهيرجع تاني. اوبا، معلم حسام وصل للاطباق اللي في النيش، اطباق النيش، الخط الاحمر. شوف بقى هيعمل ايه. الطباق اللي اتكسرت اهي. ايه يا حسام، انا ما كنتش واخده بالي منهم ان هم موجودين دول. خدت الصدمه بقى، انا خدت الصدمه. الاطباق موجوده اهي، الاطباق موجوده يعني، نفس الاطباق اللي انت بتاكلي فيها يا بيه. حط لمه في طبق، هيكسرهم لك دلوقتي. لا حطوا لي بلح الشام ولا عنب اليمن. يعني انت خايفه على الاطباق دي وبتاكل امي في اطباق فل، خايفه عليهم ليه؟ يا حسام خفتي اتكسروا يا حسام، وانت عارف ان الطقم ده غالي. خايفين يتكسروا. طب اهو. خدت الصدمه بقى، انا خدت الصدمه الثانيه لتاني مره، الصدمه الجامده اللي في الفيديو. انت عارف الطبق اللي اتذكرت ده بكام؟ انا سمعتها في اول الفيديو، عرفت بكام. 200 جنيه. لا ما اعرفش.
التاني انا خدت الصدمه بقى، الصدمه التالتة لتالت مره في الفيديو. يا حسين حرام عليك يا حسين، ليه كده؟ كلمه كمان انا هكسر دماغك انت. لا ده جاب من ناحيه، جاب من الاخر، يخرب بيتك. راجل البيت حج، راجل البيت. يا غبي حبيبي. ايه يا بطه مالك بصوا يا جدعان، انا بصراحه هي لا بتيجي معايا سكه ولا بيجي معايا سكه، بس يعني انا متعاطف معاها بصراحه. الفيديو ده منتشر من امبارح بطريقه مرعبه، بس عايز افهم هي عملت كده ليه. هنفهم كمان شويه. اللي مضايقني بقى في الفيديو ده ان في فعلا ناس صفرة، ناس كاتبه كومنتات تقتل وتذبح. بصراحه ربنا ناس حقوده وغلويه. واحد كاتب لها بطه بقى تعزلها بطه. طب ليه يعني؟ ليه؟ انت شايف واحده في موقف زي ده لا تحسد عليه. كومنت حلو مش هتخسر حاجه يعني، كومنت حلو يمكن الست يعني في وقت زي ده ممكن تنهي لا قدر الله يعني، تبقى في مكان تاني غير اللي احنا موجودين فيه. فالكلمه الحلوه صدقه. عايزين بقى نفهم هي عملت كده ليه. هي طبعا طلعت في فيديو تصريح النهارده فهمتنا ايه اللي حصل معاها واللي جرى معاها عشان توصل للمرحله دي. تعالوا بينا نشوف الفيديو ونفهم منه كل حاجه. حاسس انك هتوديني في داهيه على فكره. انا ما كنتش حابه اطلع واتكلم، بس عشان كترة الاقاويل وناس كتير اللي بتقول سايبه جوزها واللي بتقول علشان الحبس وعشان ما فيش الكلام ده. يعني مشاكل كتير في حياتي. ثانيه يا بطه بعد اذنك، ريجي نشف. غير طبعا الناس عارفه ان انا عندي تعب على المخ. ألف سلامة. فكمية مشاكل بقى على مشاكل، على ضغوطات، على نفسيتي ما استحملتش، نفسيتي بايظه. بس يعني الحمد لله على كل حال. طبعا الحمد لله على كل حال يا بطه، بس فيديو زي اللي انت عملتيه مش كان ينفع يعني على الملأ. انت بصراحه ربنا يعني من وجهه نظري الفيديو ده تمثيل 100% او مش 100%، يعني 90% ان انت تاخدي اللقطه وتطلعي الترند. والشعر كده كده لو كان عزيز مش كان طلع في معلم عيز، وكده كده هيطلع تاني يعني. وشكرا على كل حد قال كلمة حلوة في حقي وكلمة كويسة في حقي، وحسب الله ونعم الوكيل في اي حد اتريق او اي حد قال ان ده ترند او اي حد قال ان. على فكرة انا لسه جاي ان دي ترند بصراحة ربنا يعني. حسبي الله ونعم الوكيل فيا. ترند يا بطة، ترند يا بطة. احنا لسه جايلين. الشعر لو عزيز مش كان طلع معلم عيز. كده كده الشعر هيطلع تاني، فترند في لقطة واحدة يومين ثلاثة الناس هتنسى، بس يكون احنا عملنا خميرة حلوة من وراه. والله اعلم. انا بسمع الفيديو للاخر، بس الفيديو بتاعك طويل وممل وانا هزهق والناس هتزهق معانا على فكرة. كلمة وحشة في حقي مش هقول غير حسب الله ونعم الوكيل. وحابة اشكر كم شخصية كده بالاسم. انا كاتبه طبعا في البتاع عشان انا مش في احسن حال وتعبانه ومش قادره اركز، يعني مش في احسن حال بجد يعني. مش عايزه غير ان انتوا تدعولي وربنا يهديني ويهديكم. انا حابه اشكر حسام السيني ده اخويا طبعا، وملك الجبل واسلام ابراهيم وجادو والسويسي مهند ومرمر ومحقق عمورة وصاحبة خبر مقندل وياسين طارق ورامبو وزوزة محمد وبونينو ومنة وعبدو دقدق وجوهن وديفل ومهند ومرمر
وابن وحيد لاشين. يعني حابة أشكر. لساني هيوقف. انت عرفتينا اساسا شخصيات احنا مش كنا نعرفها، مع احترامي ليهم، ولكن يعني يمكن احنا عندنا جهل شويه بالشخصيات دي. الحمد لله ان انت ذكرتيهم. انا هدخل ابحث عنهم دلوقتي واستنوهم الفيديو الجاي. انا هخاف من ايه؟ ايوه تخاف من ايه؟ هخاف من ايه؟ وطبعا كده عرفنا بطه كانت عملت كده ليه، ولا طلع ترند ولا اي حاجه. والخبر كان صحيح 100% ان هي عندها كهرباء زياده عن المخ زي ما هي بتقول يعني، او مش فاكر هي جالت ايه بالظبط، بس هي مريضه. اتمنى من كل الناس ان هي تدعي لها، وانا والله بدعي لها ربنا يثبتها على اللي هي فيه يا رب، ويهديها ويهدينا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واستنونا في الفيديو الجاي بكره باذن الله بمحتوى قوي جدا. واللي ما عملش لايك ينزل يعمل لايك، واللي ما اشتركش ينزل يشترك، واللي ما كتبش كومنت ينزل يكتب كومنت دلوقتي عشان تشجعونا وتستنونا الفيديو الجاي. والسلام.